يجب أن تتخلص منه. هذا الثعبان يستعد لأكلك. صرخ طبيب البيطري بهذه الكلمات متراجعا بسرعة. تجمد الرجل وعيناه واسعتان من الرعب يحدق في ثعبان البيفون الكبير الملتف بهدوء في غرفة الفحص. ظننت أنني وجدت صديقا، اتضح أنني تبنيت نهايتي. انتظر قبل أن أخبرك بما حدث بعد ذلك. في هتكلتون يحدث نجد معها. إذا كنت تحب والدتك فاضغط على زر الإعجاب واشترك الآن فورا. حمل الرجل الثعبان إلى العيادة. إنه لا يأكل يا دكتور، إنه يصبح نحيفا جدا. فحص طبيب البيطري الأول الثعبان بعناية أوجبت سلبا. يبدو بخير جسديا، ربما هو متوتر فقط. أومأ الرجل مرتاحا وحمل الثعبان خارجا مرة أخرى، متجاهلا تعليق طبيب البيطري الهادئ بشأن أن الثعابين تحتاج إلى حدود. بعد أسابيع كان ثعبان هزيلا. أسرع الرجل به إلى عيادة مختلفة. نظرت طبيبة البيطرية الثانية إلى الثعبان ووجهها يتصلب. هذا ليس توترا، الثعابين لا تجوع مثل الثدييات. ثعبانك يستعد للصيد، إنه يراك فريسة. تردد لسان الثعبان نحو حلق الرجل. هز الرجل رأسه متراجعا قليلا. لا، أنت مخطئة، إنه صديقي، لن يؤذيني أبدا. قبل الهجوم، هل كنت لتثق بتحذير طبيب البيطري؟ اكتب ذلك في تعليقات. أثقل ذلك، صاحت طبيبة البيطرية: احذر، إنه سيهجم. اندفع ثعبان ملتفا على الفور حول جذع الرجل. ملأ الهواء صوت طقطقة مقرفة. صرخ الرجل، صوت مخنوق متقطع. بينما اشتدت اللفات، تخبطت يداه بشكل عديم الفائدة على القبضة القوية. عيناه الواسعتان من الألم والرعب ثبتتا على نظرة الثعبان التي لا ترمش. دمعة واحدة انسابت على خده بينما تكثف الضغط. تمسك الثعبان بقوة